اهلا بيكم في قناتي تجربة ايمي. تجربتنا النهاردة مع ريفيو جديد على مطعم جديد في السويس. هنعمل مع بعض ريفيو النهاردة على مطعم الضيعة اللي موجود في السلام 2 في شارع ابراهيم نافع. ده الاوردر اللي جبناه من عندهم. جبنا 4 شاورما فراخ وجبنا 4 بطاطس. يلا نفتح الاوردر مع بعض ونشوف الحاجة ونشوف طعمها وجودتها. نفتح مع بعض الاوردر. دي الشاورما الفراخ، لا دي ببطاطس. دي البطاطس اهي بالكاتشب والمايونيز، وجايبين السلطة، جايبين طبق لكل واحد، في تومية ومخلل. ودي الشاورما، لما طبقين بس على الاوردر، طبقين بس مش اكتر. دي بقى الشاورما فراخ. هدوق الحاجة واقول لكم رأيي فيها بكل صراحة. دي شاورمة الفراخ. الساندوتش ده يا جماعة ب50 جنيه. احنا جبنا عرض 4 ب200، لكن الساندوتش بصراحة صغير مش كبير، وطعمه حلو مش وحش، طعمه كويس لكن حجمه صغير. يلا نجرب مع بعض البطاطس. على فكرة سعر البطاطس الساندوتش ب25 جنيه، وكان جاي معاه 2 تومية. اما الطبقين دول كانوا جايين مع شاورمة الفراخ، مع الاربعة كان في طبقين من دول، واحد تومية معاه مخلل. الاربعة بطاطس كان معاهم 2 تومية. ندوق بقى البطاطس. البطاطس جميلة والعيش حلو ومقرمش. ممكن نقول تقييم المكان، شاورمة الفراخ والبطاطس أنا بالنسبة لي 7/10. طبعا الأكل ده زي ما قلت لكم كان شاورما الفراخ الأربعة كانوا ب200 جنيه، والبطاطس كان الواحد ب25، كنت جايبة 4 كانوا ب100 جنيه، يعني الأوردر ده ب300 جنيه. طبعا الأكل كويس مش وحش. دي كانت تجربتي في مطعم الضيعة فرع السلام، وإن شاء الله هكرر التجربة تاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، وما ننساش نشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.